مع سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، تم الكشف عن عدد من الوثائق السرية التي تكشف تعاون مرسي مع الحكومة الأمريكية. الوثيقة السرية التي أصرت قوات الجيش على جعل التحقيق فيها علنيا تنص على بيع 40% من أراضي سيناء للجانب الأمريكي. الإطاحة بحكم الإخوان في مصر على يد الشعب والجيش وإزاحة محمد مرسي من كرسي الحكم أما اللثام عن الكثير من الملفات والأسرار التي ربما كانت معروفة داخليا، لكنها اليوم افتضحت بعد سقوط أوراق لعب الإسلام السياسي بسرعة لم يحسب لها آنفا عند إدارة واشنطن. 8 مليارات دولار يطالب الكونغرس الأمريكي الرئيس باراك أوباما استردادها من مصر، قدمت كدعم لجماعة الإخوان المسلمين مقابل تسليم 40% من مساحة سيناء للفلسطينيين التابعين لأعضاء منظمة حماس. إن الإدارة الأمريكية مرعوبة من حقيقة أن الشعب المصري قد أطاح بنظام مبارك والذي كان أداة في يد الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك جاءت مساعدة مرسي ماديا أملا في المحافظة على تلك العلاقة مع مصر، حيث تنظر إدارة أوباما على أنه إسلامي متصوف ولكن منفتح على العالم وعلى الإدارة الأمريكية، وبالتالي أراد أوباما من خلال هذه الأموال ربما لدعم مرسي لكبح الثورة المصرية وإنجاح كرسي الرئاسة له. هذه المبالغ تم تسليمها وبحسب المصادر لخيرة الشاطر نائب المرشد العام، ولما أمس الأخير وأعوانه خارج السلطة أصبح أوباما في ورطة لعدم إتمام الصفقة، وهذا هو الحرج الأساسي في موقف البيت الأبيض الذي أثار حفيظة أعضاء الكونغرس. الإدارة الأمريكية أخطأت في فهم الثورة المصرية، لأنه الثورة دي كانت ثورة حرية مش ثورة تقسيم للوطن العربي وتقسيم لمصر بالأخص. هم استغلوا طبعا وجود الإخوان المسلمين وإرادتهم ان هم يوصلوا للحكم بسرعة كبيرة وان هم يقدروا يسيطروا على الكرسي ويفكروا ان هم يقعدوا كتير، فاستغلوهم بانهم ادوهم فلوس، ودي مش أول مرة تحصل في الوطن العربي ومش أول مرة تحصل مع نظام. يذكر أن الوثيقة المتفق عليها وقعت من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي ونائب المرشد العام خيرة الشاطر ومستشار الرئيس لشؤون الخارجية عصام الحداد. هو بأي حق خيرة الشاطر أصلا يوقع وهو ملوش أي منصب سياسي، مش موجود لا في تشكيل حكومة، يعني هو عضو جماعة الإخوان المسلمين. وبحسب مصادر حساسة تجري الإدارة الأمريكية مفاوضات بشأن هذه الوثيقة مقابل اعترافها بعزل مرسي، بينما تصر القوات المصرية إعلان الحقيقة على الشعب بعد أن نجحت في الحصول على الوثيقة والتحفظ عليها تمهيدا للكشف عنها بعد تحقيقات، وسوف يتم التحقيق فيها علنا كما ذكر. وبحسب الخبراء فإن توالي الفضائح وكشف الملفات ربما سيحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية مبكرا، لا سيما مع وجود